تقف أنت مطمئن واثق إن أنت سايب وراك حاجة طيبة، سايب وراك ولد صالح يدعو لك. عارف يعني إيه ابنك يحفظ قرآن؟ يعني ابنك هيكون من خير خلق الله، من أفضل خلق الله على الإطلاق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ابنك ساعة ما يبدأ يحفظ قرآن يبدأ ينور، لأن القرآن ده نور. تعال نشوف آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، هي من أرجى الآيات في كتاب الله تعالى المتعلقة بكتاب الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ابنك لما يحفظ القرآن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه لحفظ كتابه. يا بنتي ربنا اصطفاك لحفظ كتابه. لما انت يكون عندك حافظ القرآن في البيت يحصل معك ايه كأنت أب؟ يوم القيامة في وسط الزحام والمشهد صعب والموقف صعب والناس كل نفس بما كسبت رهينة، ونفسي نفسي ونار وحساب والدنيا خربانة خالص وكل واحد خايف من حسابه وخايف من الموقف، تقف أنت مطمئن واثق إن أنت سايب وراك حاجة طيبة، سايب وراك ولد صالح يدعو لك، سايب وراك ذرية طيبة، سايب وراك لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف ل 700 ضعف. سايب وراك صدقة جارية، سايب وراك علم ينتفع به. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. متى يكون الولد صالحا؟ ابنك هيكون صالح إمتى يا عم الحاج؟ لما يحفظ كتاب الله. بنتك هتكون صالحة إمتى يا أمي؟ لما تحفظ كتاب الله. طيب هيدعي لك إمتى ويفتكرك إمتى؟ لما يكون متأدب، لما يكون تأدب بآداب القرآن. القرآن نور، لما الواحد يقرأ القرآن ينور. ربنا يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تلاقي ابنك يحفظ سورة هو ماشي في نور في صدره، بيعرف الصح من الغلط، توجيه. القرآن يصلح الزمان والمكان والأشخاص. القرآن يخلي ابنك عنده يقين بالله، لما يجي يعمل المعصية الفلانية يفتكر ربنا بيقول في القرآن: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. لما يجي يعمل معصية اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يفتكر اللي في عذاب. لما يجي يعمل طاعة، لما يجي يعصيك أنت: وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لما يجي يعصي أبوه ولا يعصي أي حد، لما أنت تمر بمعصية ويجي الشيطان يضحك عليه ولا حاجة، يفتكر: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما تطيعهمش بس ما تأذيهمش. لما يلاقيك متعصب وبتشتم وبتعمل وخارب الدنيا خالص وضاعت منك خالص: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ابنك بالقرآن هيعيش حياة طيبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا مفيش أحسن منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هيشوف نفسه كويس، هيشوف نفسه في المسجد، هيجرب من ربنا، هيكون ليك يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله لو جمعت له مال الدنيا كله، والله لو طلعت طبيب أو مهندس أو أي شيء من الكليات التي تسمى بالقمة، وأنا والله لا أرى القمة إلا في القرآن، ولا أرى العزة إلا في القرآن، ولا أرى كرامة إلا في القرآن، ولا أعيب في الكليات الثانية يعني، ولكن حافظ القرآن لا يهان. حافظ القرآن يعني فوق أي شيء. ويقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يوم القيامة مات، دخل القبر، ملكين: اقرأ رتل ارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. لا أقول ألف لام حرف
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف إلى 700 ضعف. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه: والله واسع عليم. لا يعلم فضل الله إلا الله سبحانه وتعالى، والله ذو فضل عظيم. فضل القرآن ده كبير. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى ابنك، اصطفى بنتك، اصطفاك أنت إن يكون عندك حد حافظ لكتاب الله، فلا تبخل عليه ولا تنظر إلى الدنيا. والله والله ما في حاجة هتفيدك في الدنيا وفي الآخرة إلا القرآن. ابنك لو حفظ القرآن هيصونك يا أمي، هيصونك يا أبويا. ابنك لو حفظ القرآن صعب جدا يعصيك، ومن حقه عليك إنك تحفظ القرآن وتبحث له عن شيخ يحفظ القرآن. يعني سيدنا عمر لما جاله راجل بيشتكيه: يا أمير المؤمنين ابني وتعبني وعاملني ومعصبني وبيعمل وبيعمل وبيعمل. سيدنا عمر رضي الله عنه أمر إن ابنه يجي، فجي الواد: يا ابني أبوك بيشتكي لي، أنت ليه بتعمل كده يا حبيبي؟ حرام والقصة دي كلها. فالواد نظر لسيدنا عمر ونظر لأبوه: يا أمير المؤمنين، أليس لي على أبي حقوق؟ أنا مش لي حق على أبويا؟ فنظر إليه أمير المؤمنين وقال: نعم لك حق. قال: عدها لي، وريني حقوق على أبويا إيه. قال رضي الله عنه: أن يحفظك القرآن، حق ابنك عليك إنك تحفظ القرآن، وأن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن تسميتك. فقال الأولى، رد الواد بقى كل أسف: وأما الأولى وهي القرآن فلم يحفظني منه شيء. سيدنا عمر نظر للأب: عققته في الصغر فعقك في الكبر. والله لو حفظت ابنك القرآن هينفعك في دنيتك وفي آخرتك، وبعد موتك يفتكر الله يرحمه أبوي حفظنا القرآن، الله يرحمه أمي كانت سبب في حفظ القرآن. القرآن نور فاغتنموه وتمسكوا به. ونصيحتي ليك يا ابني في الفيديو ويا بنتي في الفيديو: القرآن مش بالكمية وإنما بالكيفية. كيف نقرأ القرآن كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. القرآن يحفظ بالقطارة، بالكم البسيط. يعني قلل المقدار وأكثر من التكرار، وداوم على الاستمرار وأكثر من الاستغفار. بإذن الله تعالى تحفظ القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.